سؤال جميل جدا وبيقول هل المضمضة بالمية والملح مفيدة ولا أي كلام؟ جاوبكم على السؤال ده في الفيديو ده، تابعوني للآخر. عايز أقول لك يا صديقي إن المضمضة بالمية والملح حاجة من أحسن الحاجات اللي أنت ممكن تعملها، لأن هي مفيدة جدا، لأنها بتقلل التهابات اللثة، بتساعد في تهدئة اللثة بعد الخلع أو الجراحة عموما تاني يوم. بيبقى مفيد جدا إننا نتمضمض بالمية والملح. تالت حاجة بيقلل البكتيريا اللي موجودة، ولكن لازم نفهم ان المضمضه بالميه والملح مش علاج كامل ابدا، هو وسيله مساعده نقدر نستخدمه مثلا كحل مؤقت في الاوقات اللي احنا مش عارفين نعمل فيها ايه، لكن ما ينفعش يكون هو ده العلاج بتاعنا نعتمد عليها اعتماد رئيسي، لانه ولا هيشيل عدوى بكتيريه ولا هيعالج تسوس. فهو يعتبر اسعاف اولي لحد ما تروح للدكتور، وكمان لازم يكون بتركيز صح او بتركيز بسيط الملح، لان التركيز الزياده للملح ممكن يعمل تهيج في اللثه بدل ما يهدي. فلو عندك الم بسيط في اللثه تقدر تستخدم غسول الميه والملح كحل مؤقت لحد ما تروح لدكتورك. ولو بتتابعنا على فيسبوك او انستجرام يا ريت تعمل لنا فولو ولايك، ولو بتتابعنا على اليوتيوب يا ريت طبعا ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب ولايك برضو. واشوفكم على خير في فيديو جديد. كان معاكم دكتور عبد السلام محمد، وسلام.